بعد سنتين كوابيس ابتدت تتحول لحقيقة. ابن عمه مايك رجع من حرب فيتنام. مايك كان بطل حرب بالنسبة له، وريتشارد كان شايفه قدوة ومعجب بيه بجنون. بس مايك ما كانش مجرد اللي هو جندي وراجع وخلاص، لا ده كان راجع بعقل مليان ظلام. كان بيقعد يتباهى قدام ريتشارد ويحكي عن اللي عمله هناك، وورى ريتشارد صور لستات اكتر من 20 واحدة. مايك كان بيقول له ان اغتصبهم وقتلهم. الصدمة، مايك ما وقفش عند الحكي وخلاص، لا ده علمه كمان، علمه ازاي يتسلل، علمه ازاي يضرب، علمه ازاي يقاتل ويقتل. ريتشارد الولد الصغير كان بيتعلم من مجرم حرب، وكان القدر كان بيرسم له ليه طريق. بس جوه البيت الوضع كان بينفجر. مرات مايك كان اسمها جيسي، كانت مش طايقه وجود ريتشارد معاه طول الوقت. كانت عايزه مايك يشتغل ويسيب الولد ده في حاله، وما كانش دايما بيبطلوا خناقات مايك ومراته جيسي. لحد ما في يوم من الايام جيسي كانت راجعه من السوق، ومايك وهو غارق في جنونه رفع المسدس في وشها. فهي اتحدته ساعتها وقالت له اتحداك تدوس على الزناد. وفعلا الكابوس حصل، مايك داس على الزناد، قتلها قدام عينه وقدام عيالها وقدام ريتشارد. ومن اللحظه دي ريتشارد اتغير تماما، بقى مهووس بالدم وبالقتل وبالموت. بقى يقرا مجلات بوليسيه ويتخيل مشاهد عنف جنسي زي اللي شافها في صور مايك. اما بالنسبه لمدرسته فدرجاته كلها نزلت، وبدا يسرق ويدمن المخدرات. وابوه لما عرف كان عقابه جحيم. مره من اسوأ الليالي بالنسبه لريتشارد، ابوه ربطه في المقابر طول الليل. تقدر تتخيل طفل مربوط وسط القبور والضلمه لمده يوم كامل؟ ريتشارد ساعتها قرر انه يهرب من ده كله. راح يعيش مع اخته الكبيره اسمها روس، وجوزها اسمه روبرت. بس روبرت ما كانش احن من ابوه، بالعكس كان بيطلع بالليل ويسرق الناس وياخد ريتشارد معاه. وفي سنه 1975 لما ريتشارد بقى عنده 15 سنه اشتغل في فندق هوليداي ان. صاحبه ساعتها اداله المفتاح الرئيسي للاوض. ريتشارد كان بيقعد يتفرج على الناس من ورا الستاير او يدخل يسرقهم وهم نايمين.